السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. بناء على طلبات بنات كتير، اخواتي وبناتي واصحابي عايزين حاجة للشعر قبل اماني. لازم حاجة للقشرة، وحاجة تكون مصففة، وحاجة للانبات، وحاجة للفراغات. حاجات كتير قوي قوي قوي. نصلي على النبي كده في الكومنتات. انا طبعا مجهدة جدا، بس والله ما قدرتش افوت الفيديو، كان لازم اعمله يعني. اول حاجه حافظي على شعرك جدا 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 جدا، وبلاش، نصيحه لوجه الله، بلاش فير ولا بروتين ولا كل المسميات اللي انت بتسمعيها وبتسمعي عنها، وكل اللي هتسمعي عنها هي في الاول وفي الاخر بروتين. يطلع كافيار، يطلع بتاع ده، يطلع حرير، يطلع سلوفان، يطلع يطلع زي ما يطلع. كلها في الاول وفي الاخر بروتين، واي حاجه بتستخدمي لها فير الا ما رحم ربي، الا ما رحم ربي، بتبقى مش احسن حاجه للشعر. يبقى في الاول خالص نحافظ على شعرنا. اعرفي نوع شعرك جاف ولا دهني علشان تعرفي ازاي تتعاملي معاه. القشره، القشره هتجيبي لي ايه يا ست البنات؟ هنعاير بفنجان القهوه برضو. هتجيبي لي لتر ميه وتحطي لي في لتر الميه ده فنجان ديتول، فنجان خل، فنجان عصير ليمون، وتقلبيهم كويس جدا جدا، وتحطيهم على فروة راسك، وتبتدي تفركي فروة راسك، وتقولي لي سيبيها مثلا 10 دقايق، وبعد كده اغسلي غسيلك العادي. اهم حاجه واول حاجه برضو، المفروض المسترايزر او الكونديشنر او البلسم او حمام الكريم ما يلمس فروه الراس، لانه بيقفل المسام وبيعمل قشره وبيسبب تساقط الشعر. الناس اللي بتقول لك انا لازم اقص طروف شعري كل شهر، لا مش لازم على فكره. لو طروف شعرك كويسه اوكي ما تقصيش، بس اول حاجه بتتاثر بالغذاء وما بيوصلهاش غذاء في الشعر هي الطروف، وعشان كده بتتشابك، ولما بتتشابك ونيجي نسرح بتسقط الشعر كله من فوق. حاجه مهمه جدا تعرفيها، معدل سقوط الشعر في اليوم من 100 ل 150 شعرايه. حلو كده؟ طيب، امتى اقلق وابتدي اكشف على شعري؟ لما تكون الشعرايه بتقع من النص او بتتقطم. انما لما الشعرايه تكون بتقع من الجدر، ففي شعرايه تانية بتزقها وبتطلع مكانها. تمام كده؟ حذاري ثم حذاري ثم حذاري من الصبغه. الصبغه لو هتصبغي شعرك بفرشه السنان وتصبغي الشعرتين البيض، والنبي لو انا مش محجبه كنت اوريكم شعري قطنه بيضه. انا عندي وراثه من وانا في الكليه شعري ابيض. دلوقتي بطلت اصبغه، لان كان اي حد بيحب يجاملني كان بيصبغ لي شعري، فالدنيا بالنسبه لي بقت يعني مش عايزه اقول لكم شكلها ايه. تمام كده؟ طيب. هو انا ليه الفيديو عامل كده؟ طيب تمام كده. طيب حاجه للتساقط وانبات الفراغات. تعالي ما اقول لك على حاجه للتساقط وانبات الفراغات حلوه قوي. عارفه الاكراتين بتاعنا العادي خالص ده؟ هاتي منه جزء صغير كده على مقدمه راسك، لو انت حاسه ان مقدمه راسك ما فيهاش شعر، وسيبيه شويه وبعدين سرحيه. حلو قوي قوي قوي. لو انت عايزه حاجه وصفه حلوه، تعالي ما اقول لك على وصفه. هتجيبي لي لتر ميه مغليه، تحطي فيه فنجان روزماري، فنجان قرنفل، فنجان حبه البركه، تمام كده، 7 ورقات لورو، تمام كده، وتسيبيهم. تصب عليهم الماء المغليه وتسيبيهم لحد ما يبردوا. تحطيهم في بخاخ وتبخي شعرك الصبح وبالليل. حلو كده؟ تحفه التحفه التحفه. يبقى قلنا قشره، وقلنا تساقط، وقلنا انبات فراغات. عايزه تعملي سيرم ما حصلش ومش هيحصل، والله العظيم زي ما بقول لك كده، هاتيلي زيت جوز الهند. لا، هاتي زيت جوز الهند على زيت سمسم، ده حلو، هنعمله حمام زيت. تمام كده؟ ده للنعومه، عشان شعرك يبقى ناعم كده ومتصفف وجميل. عايزه حاجه للانبات، يبقى زيت قرنفل على زيت خروع على زيت روزماري. تمام كده؟ ميكس زيت القرنفل وزيت الروزماري قد بعض، انما الخروع نصه. تمام كده؟ عايزه بقى حاجه سيرم، هاتيلي ميه ورد على جريسلين. املي الازازه 3/4 ميه ورد، وحطي الباقي جريسلين. ريحه حلوه، وشعر بيلمع ومتصفف ورائع رائع 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 رائع. بالنسبه للصبغات، بلاش صبغات وخليكي في اي حاجه طبيعي. الحنه هنعمل لها فايل لوحدها خالص للحنه دي، عشان نقول لك ازاي تستخدمي الحنه تصبغي شعر لصبغه الشعر، وازاي تستخدمي الحنه لاطاله الشعر، وازاي تستخدمي الحنه كمغذي للشعر من غير ما يجيب لون. تمام كده؟ فاضل اسئله ايه تاني؟ متهيألي كده الشعر خلاص ولا ايه؟
الأحسن والأحسن والأحسن إن أنا هجيب لكم كريمات ليف إن مصففة وآمنة آمنة آمنة آمنة. هجيب لك إزازة زيت إنبات تحفة التحفة، هتبقى حلوة قوي قوي وعلى ضمانتي. والأحسن 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 لو عايزة تفردي شعرك يا ست البنات، ممكن أقول لك على وصفة حلوة قوي قوي قوي. هتجيبي لي على حسب طول شعرك معلقتين سوري عفوا، معلقتين نشا في كوبايتين ميه وتقلبيهم على البارد، وبعدين ترفعيهم على النار، وبعدين لما ينزلوا من على النار تحطي عليها نص كوبايه زيت جوز الهند، تقلبيهم كويس جدا مع بعض وتسيبيهم على شعرك، وتلفي شعرك الطاقيه بتاع زمان دي، وبعدين تشطفيه. تحفه التحفه التحفه. وفي فرد الشعر تاني بالمياه الغازيه، مش هقول اسمها، اي كان مياه غازيه وتحطيه وتفضيه وتسيبيه لما يفور خالص، وبعدين لما يبطل فوران خالص وتقلبي فيه النشا على البارد وترفعيها وتعملي نفس الوصفه. حلو جدا جدا والافكت بتاعه كمان حلو قوي. وجربي بقى، اعملي سبسكرايب للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا عشان عايزه انام مش قادره. يلا.